جبت فريق مبيعات جديد او اشتغلت مع ايجنسي وبقى لهم شهر شغالين ومفيش نتائج، ايه القرار الصح؟ تمشيهم، ترفدهم، تخصم لهم نص الفلوس؟ غالبا انت شايف اللي انا بقوله مش منطقي، بس في الواقع هو ده اللي بيحصل في معظم الحالات. للاسف البيزنس اونرز عاده بيفكروا في الحلول اللي ليها علاقه بالجروث متاخر قوي. انت بتبدا تفكر في الجروث لما تبدا ما يجيلكش عملاء، لما يحصل لك مشاكل، فساعتها بتطلب حد يجي لك ايمرجنسي كول عشان يساعدك حالا انك تجيب نتائج. وفي الواقع النمو ما بيحصلش كده. اولا يعني ايه نمو؟ نمو يعني انت عايز تزود مبيعاتك، تزود عدد العملاء حتى لو الريفينيو ثابته، تزود البيع اللي بتبيعه لكل عميل منهم، تشتغل في اسواق جديده، تبيع منتج مختلف. في افكار كتير قوي ممكن نحكم بيها على الجروث. انت عايز ايه؟ ايه الجروث اللي انت بتدور عليه؟ بعد ما تحدد ايه اللي انت عايزه نبدا ندرس ايه الشانلز اللي ممكن نحقق منها الجروث ده، وبعدين نحط بلان تحقق لنا جروث. ولكن فكره انك تجيب تيم او تجيب ايجنسي او تجيب فريلانسر او وات ايفر انت بتشتغل مع مين، وتقول له بعد شهر من دلوقتي انا عايز اشوف فرق في النتائج، ايه النتائج اللي انت عايز تشوف فيها فرق، وازاي هو هيقدر يعمل ده من غير ما يكون درسك كويس وفاهم انت بتشتغل ازاي. فبلاش تبقى متصربع على ده، بلاش تبقى عايز ده يحصل اون سبوت على طول، عشان غالبا ده مش هيحصل، ولو حصل فده مش جروث قوي قد ما هو تصليح شويه حاجات كانت بايظه عندك. صلحها واشتغل، بس لو فعلا عايز جروث حقيقي لازم تكون مخطط له من بدري.